لو حابب تتفرج على ملخص اول 5 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. رشيد لبس القضية واتحكم عليه ب25 سنة سجن، وبعدها اترحل على السجن، وهناك شاف عبد الدايم بيه مأمور السجن. وكان طبيعي ان عبد الدايم بيه يحط رشيد في عنبر قتالين القتلة واللي واخدين مؤبد وسنين سجن كتير. ودخل رشيد فعلا العنبر ده، وهناك قابل ناس اول مرة يقابلهم واشكال ما يعلم بيها الا ربنا. وكان زعيم العنبر ده واحد اسمه جنجة قتال قتلة وواخد مؤبد. ورجالة جنجة فهموا رشيد القواعد اللي لو مشي عليها الدنيا هتبقى تمام وتعدي سنين سجن وحلبة، انما لو خالف القواعد دي هتبقى سنينه سودا ومش هتعدي. وفضل رشيد مستحمل يزالتهم ورخامتهم، وبقى يكنس ويمسح ويغسل ويعمل شاي ويعمل لهم كل اللي هم عايزينه، وفضل ماشي جنب الحيط. ولما ابوه صلاح واسماء جم زاروه حاول يبين لهم انه كويس ومفيش حاجه مصايه فيه، وهم قالوا له ان المحامي قال لهم ان شاء الله في النقض ممكن الحكم يتخفف شويه. ورشيد كان مستحمل ومستني الامل ده، وفضل مستحمل كده لحد 9 شهور. ولما عرف ان الحكم اتثبت عليه وانه لبس 25 سنه قام زعق في اسماء وصلاح وقال لهم ما تجوش تاني خلاص. وصوته عالي وقال لهم انا مش عايز اشوف حد تاني، خلاص سيبوني لوحدي بقى. من بعد الموقف ده اسماء شافت حالها واتجوزت وسافرت الكويت. وبعديها بكام شهر صلاح قال لرشيد انه جاله عقد عمل في دبي فسافر هو كمان، ومفضلش غير ابوه وابنه. بس ابوه مات ومأمور السجن طلعه عشان يدفن ابوه، وكان مشهد صعب جدا. وبكده ابنه مبقاش له حد بره غير عم يزق صاحب ابو رشيد. ورشيد وصاه على سيف ابنه وقال له ما تشغلش بالك بالمصاريف، انا هتكفل بكل المصاريف. ورشيد طلب من مأمور السجن انه يشوف له اي شغلانه جوه السجن منها يقدر يبعت فلوس يصرف بيها على ابنه. وده اللي حصل فعلا، ومأمور السجن شغله جوه السجن عشان يصرف على ابنه. ورشيد كان مسالم جدا وكان بيشتغل في اي حاجه، وكان على طول بيبعت جوابات وفلوس لعم يزق، وعم يزق بيبعت له جوابات وصور لابنه ويطمنوا عليه. لحد اما في يوم المأمور دخل على رشيد وقال له خلاص مش هينفع تبعت جوابات تاني، لان العمارة وقعت وعم يزق مات وابنك ضاع ومش لاقينه. رشيد ما كانش مصدق اللي هو سمعه ده، وقعد يصرخ ويصوت ويعيط ويتحايل على عبد الدايم بيه انه يخرج يدور على ابنه، وقعد يحلف له ويقول له هلاقيه ويرجع والله والمصحف ورحمة ابويا هلاقي سيف بس ويرجع السجن تاني. وكان مشهد مؤثر جدا، بس طبعا المأمور ما كانش يقدر يعمل له حاجة. هي دي اللحظة بقى اللي حولت رشيد 180 درجة، لانه خلاص حس ان الموت اهون عليه من العيشة دي، وكل اللي حواليه مشوا وسابوه، حتى ابنه اللي طلع بيه من الدنيا ضاع ويمكن ما يشوفوش تاني. وساعتها بقى رشيد كان عايز يطلع غله في اي حد، وما قدرش يستحمل يزالة جنجة ورجالته، وقام مسكهم بقى وقعد يضرب فيهم، وهم كمان مسكوه وقعدوا يضربوا فيه. وقام مأمور السجن حبسهم كلهم في الحبس الانفرادي لمدة 3 أسابيع. ال3 أسابيع دول كانوا أسوأ 3 أسابيع في حياة رشيد، شاف فيهم كمية هلاوس مش طبيعية، وبقى لا بياكل ولا بيشرب، وصحته بقت بايظة خالص، وشعره بقى يقع، وحالته النفسية بقت ضايعة خالص. وطول ال3 أسابيع دول كان بيقعد ينادي بصوت عالي على سيف ابنه وعلى ابوه، وحالته كانت تصعب على الكافي. وبعد ال3 أسابيع دول المأمور رأفة بحالة رشيد نقله من العنبر اللي كان فيه ده، وقام موديه بقى في أحلى عنبر في السجن كله، عنبر البشوات والبهوات والمؤهلات العليا. وأهم واحد في العنبر ده كله كان فاروق باشا المهندس، وده كان مسؤول كبير في وزارة الزراعة، وقعد يطلع فلوس ومصالح من المنصب ده قد كده، لحد ما لبس قضية وبقى شاهد في القضية وفي نفس الوقت متهم، فعشان كده واخد وضعه جوه السجن. المهم رشيد اتعرف على فاروق باشا ده وبقوا صحاب، لدرجة ان رشيد ضحى بنفسه عشان يفدي فاروق باشا وخد الطعنة مكانه، عشان كان في حد عايز يقتله ويخلص عليه عشان القضية اللي هو فيها شاهد دي. بس الحمد لله جت سليمة وتعالج رشيد وقام منها بالسلامة ويرجع العنبر تاني. ومن ساعتها بقى وفاروق ده بقى يحب رشيد جدا وبقوا صحاب جدا جدا. وفاروق حكاله على كل حاجة في حياته بقى، وانه كان شغال في منصب كبير قوي في وزارة الزراعة، وقدر يكسب فلوس من ورا المنصب ده ما تتعدش،
والفلوس دي كلها قام حولها لدهب لحد ما وصلت 120 كيلو دهب. وشوف بقى دلوقتي الدهب وصل كام. يعني فلوس لو قعد يصرف فيها لحد ما احفاده يموتوا مش هتخلص. وفاروق ده ملوش حد في الدنيا دي كلها غير بنت واحدة وبس اسمها أمينة، وكل اللي بينهم جواباته بس وعمرها ما جت زيته، ويعتبر هو عايش عشانها أصلا. فرشيد قال له خلاص يبقى لازم تكتب لها في الجواب الجاي إنك عايز تشوفها. وفعلا فاروق كتب لها كده، وجه يوم الزيارة وشيك نفسه وجاب لها ورد وطلع يستقبلها، بس بنته ما جاتش. وده أثر جامد على صحة فاروق، وجات له أزمة قلبية اتنقل بسببها المستشفى. ولما يرجع من المستشفى قال لي رشيد أنا خلاص مش ناوي أكمل في السجن ده ولازم أهرب، وأنت كمان هتهرب معايا. وفاروق خطط لكل حاجة، واتفق مع واحد اسمه المعلم الزط عشان يساعدهم على الهرب. والزط ده تاجر سلاح ومخدرات وأي حاجة شمال ممكن تتخيلها، ومفيش أي حاجة من اللي هو بيتاجر فيها دي جابته السجن أصلا. ده جه عشان قضية قتل خطأ خد فيها سنة. وفاروق اتفق معاه انه يساعده هو ورشيد في الهروب من السجن مقابل 5 مليون جنيه. ورشيد اتفق مع واد تاني كده اسمه باليتا اتعرف عليه جوه السجن برضه انه يساعدهم في الهروب مع المعلم الزط. وكانت الخطة كالتالي: ان الزط وباليتا هيخرجوا من السجن قريب، ولما يخرجوا بقى هيقدروا يزوروا قواضي كده على فاروق ورشيد. بسبب القواضي دي هيطلعوا في عربية ترحيلات عشان يروحوا النيابة، وهم في طريقهم للنيابة يهجموا عليهم ويهربوهم. واتنفذت الخطة وقدر يهرب فاروق ورشيد وكل اللي كانوا في عربية الترحيلات. بس فاروق لسوء حظه خد طلقة في رجله، قعد ينزف قد كده لحد ما كانت خلاص هتجيب أجله. فقام قال لي رشيد وقف العربية ونزلني أنا هنا، أنا خلاص مش هقدر أكمل. وقال له كمان اوعى تنسى مكان الدهب يا رشيد، وزي ما قلت لك نصها ليك ونصها لأمينة بنتي. ومات فاروق ودفنوا رشيد وصلى عليه. وبعد كده راح بقى للمعلم الزط وباليتا، والمعلم الزط خباه عنده كام يوم كده لحد ما الدنيا ما تهدى. وبعد كده رشيد يروح المكان اللي فاروق خبى فيه الدهب، ولقى الدهب فعلا. والمعلم الزط ساعد رشيد في انه يحول الدهب لفلوس، والدهب اتحول لفلوس كتير ملهاش اول من اخر. ومن ساعتها بقى والزط بقى يساعد رشيد في اي مصلحة هو عايزها. واهم مصلحة دلوقتي بينهم ان رشيد طلب منه انه يجيب له الواد امير صاحبه، والواد باليتا من ساعتها وهو الايد اليمين لرشيد. ودي كانت رحلة رشيد جوه السجن، وعرفنا وصل للفلوس دي ازاي. في بقى حاجات كانت بتحصل بره السجن، اهمها ان اسماء اتجوزت بدل الواحد حوالي 40 واحد، وما كانتش بتعمر مع حد، وتتجوز كل واحد وتقلب منه ريشين لحد ما هديت تفتح لها بيوتي سنتر بتاعها. ولما عرفت ان رشيد طلع بقت لازقاله بقى، لانها ما حبتش حد في حياتها زي رشيد، وهي اللي ساعدته في انه يلاقي ابنه سيف. بس الواد سيف ابنه ده وراه حدوته غريبه كده لسه هتظهر في الحلقات الجايه. بس الاغرب من كده هو صلاح بقى صاحب رشيد، واللي شكله كده وراه حاجه كبيره جدا، لانه كل شويه يقول لي رشيد سيبك من امير بقى وحاول تنساه ويركز في حياتك وفي ابنك اللي لقيته اخيرا. حتى كل ما رشيد يقرب يوصل لخيط يوصله لامير الخيط ده يتقطع، زي واحد صاحب امير زمان وشكله هو اللي عمل معاه العمليه دي. ولما وصل له رشيد وكان خلاص هيعرف منه فين امير، هوب لقوه ميت بجرعه هيروين زياده. وشكل صلاح هو اللي ورا الليله دي كلها. بس ده بقى اللي هنكتشفه في الحلقات الجايه. وبتخلص على كده الحلقه العاشره. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.